عاوز تعمل ريزومي او سي في او سيره ذاتيه احترافيه وبطريقه مجانيه اونلاين او على تطبيق على الموبايل. تابعوا معنا الفيديو للاخر. السلام عليكم، انا دكتور محمد يسري ودي قناه إدارة الاسنان. هنبدا دلوقتي بمواقع مجانيه وتعمل سي في احترافي اونلاين او اوفلاين. نبدا ببحث جوجل. نكتب في سيرش، مربع سيرش، نكتب بحث جوجل في مربع سيرش كانفا. هيظهر لنا اول نتيجه بحث canva.com. شرحنا في فيديوهات سابقه ازاي تعمل حساب على كانفا، سهل خالص بحساب جيميل او حساب جوجل. تيجي هنا في كرييت ديزاين او ممكن هنا سيرش كونتنت كانفا، تكتب سي في او بروفيشنال سي في او سي في. هيظهر لك سي في تمبلتس، مجموعه من النماذج الجاهزه ان حضرتك تعمل عليها سي في. اختار مثلا النموذج ده، طبعا ممكن كريت بلانك بس طبعا هيبقى الموضوع معقد وياخد وقت معاك. ده في صفحتين مثلا، تكتب هنا كاستمايز از تمبلت. لما التمبلت بيفتح معاك بيفتح بالمنظر ده كده. ممكن طبعا تكبر الفيو من هنا عشان تبقى سهل. اي حاجه بقى قدامك في التمبلت ده والنموذج ده هي قابله للتعديل. اي حاجه تقدر تعدل عليها في النموذج ده اللي قدامك. هو طبعا التمبلت شفته ظريف وشكله كويس، خلاص تمام. تقدر تشيل كل حاجه وتعدل كل حاجه انت عايزها من على اللاب. حتى لو عملنا سيرتيفيكيشن مثلا، ممكن education history دي مثلا ممكن تشيل كلمة history، تسيب education بس. وهكذا الصورة طبعا تقف على الصورة هنا مثلا عايزين نغيرها، تقف عليها كليك يمين وتعمل detach image. شالت صورة الراجل، باك سبيس شلتها. أنا عايز أجيب الصورة بتاعتي، هنا ده upload files. تجيب الصورة بتاعتك من على الجهاز وتاخد الصورة ديت وتقوم إيه سيبها هناك. طب أنت حاسس مثلا الصورة ديت إيه يعني مش متوسطنة كده، عايزة شكلها كويس، شكلها متوسطنة شوية. اضغط بس دبل كليك، خلاص اضغط بره كده بقت في النص. طبعا ده كل ده مثلا الاسم بتاعك، تعمل ايديت زي ما انت عايز. على سبيل المثال انا سيبك بقى، طبعا مش هضيع وقت حضرتك. تقدر تكتب كل البيانات بتاعتك على الفيديو، تقدر تكتب كل البيانات بتاعتك على التمبلت. تشيل مثلا صغر شوية لو حاسس ان هي كبير. ايوه كده مثلا بقى جنب بعضه. تكتب مثلا هنا work experience، ممكن تشيل ده خالص، مش لازم خالص دي. طبعا نكبر شوية عشان تشوف. كل ده بيتعدل. عندك طبعا نماذج كتير، عدل بقى على الايميل بتاعك. الحاجه اللي مش عندك مثلا، مش عندك ويب سايت كده، تكون ببساطه جدا جاي على الايقونه دي كده ديليت، جاي على السطر ده كده باك سبيس او ديليت، مش مشكله خالص. ده لو في بورتفوليو. ان شاء الله فيديو جديد قريب اشرح حضراتكم ازاي تعمل بورتفوليو. تحط اللينك بتاع البورتفوليو هنا، بس هو طبعا يعني اغلب ده لو بي دي اف مثلا، انت لو هتقدم بقى طبعا سي في مثلا ورقي مش هتحتاج لينكات دي في حاجه. حاول تظبط مسافات على قد ما تقدر كده، السهم فوق وتحت وخلاص. لو عندك حساب على لينكدين ده يفضل طبعا في السي في.
تحط ايه لينك الحساب على سبيل المثال. مثلا الايميل طبعا مهم جدا، ضروري الايميل بتاعك ورقم التليفون عشان تواصلوا بيه معاك. السكيلز طبعا زي تقدر تحط السكيلز اللي انت شايفها مناسبة معاك. وهنا طبعا education bachelor of data science مثلا، bachelor of dentistry. تكتب بقى ايه هنا اسم الجامعة باليير graduation، عدل كل اللي انت عايزه. كايرو يونيفرستي، كايرو يونيفرستي او الصورة او زي ما انت شايف حسب الجامعة اللي اتخرجت منها. هنا السيرتيفيكيشنز ديت يعني بتاعت التريننج بتشيل الجزء ده خالص، تكمل الاديوكيشن هنا. هي اغلب اهم جزئيتين في السي في ورك اكسبيرينس. ممكن تبدا حتى بالامتياز لو انت عندك تنوع في فتره الامتياز، وبتخلي من تحت لفوق، يعني الاقدم تحت امتياز مثلا، قضيت في البدايه كذا كذا، اخر حاجه توصل عندها تحطها فوق. ده من اسهل الحاجات، مجاني. بعد ما خلصت سي في مثلا شايفه اكسبتابل، تقرا كويس وتأكد ان كل حاجه معدله تمام. طب انا الصفحه دي مش عايزها او زياده عندي، هتقوم ببساطه جدا شايف هنا ديليت بيج، بس في بتاعك صفحه بس. الافضل النموذج الافضل إنك تعمل بي سي في حلو في الطباعه، وحتى لو تقدمه كالكترونيك فورم، حاجه تبعتها الكترونيه يعني ايميل او حاجه للشركه او لحد حتى عياده خاصه او مركز، يبقى بصيغه بي دي اف. تعمل شير، تنزل تحت كده تعمل داونلود، وتختار هنا بي دي اف ستاندرد، وتضغط على داونلود. مباشرة بيتحمل لك ملف مجاني. تدخل على الفولدر بتاع الداونلود، هتلاقي ملف السي في جميل ظريف زي ما حضرتك عملته بالظبط. هنبدأ الجزء الثاني من الفيديو. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم ازاي تقدر تعمل سي في على تطبيق على الموبايل. التطبيق ده اسمه انتليجنت سي في. نفتح التطبيق من على الموبايل، دي واجهة التطبيق انتليجنت سي في. تطبيق سهل وبسيط خالص. اول ما تفتحه كده يظهر لك ده كان بروفايل قديم انا كنت عامله. تضغط كرييت نيو بروفايل، تخش على طول على بيرسونال داتا، تكتب اسم نيم طبعا، بعد كده الادرس، بعد كده تكتب الايميل بتاعك وده مهم جدا. لو في ايميلات قديمه بتظهر هنا، تكتب رقم بتاع، بعد كده طبعا رقم التليفون، موبايل فون. لو عايز تضيف صوره يفضل، دي اوبشنال طبعا اختياري. بعد كده سيف، تدخل بعده دي الاوبشن اللي بعدها والسيكتور اللي بعدها هو education مثلا. تكتب بقى طبعا من الاقدم للاحدث. اول حاجه طبعا باتشلر ديجري، باتشلر ديجري، تكتب فاكولتي اوف دنتستري وجنبها الجامعه بتاعتك ايا كان، كايرو يونيفرستي، كايرو حسب الجامعه اللي انت حضرتك اتخرجت منها. بعد كده بتكتب السكور بتاعك او جريد، جود، فري جود، على سبيل المثال اكتب جود، وير اوف جرادويشن، سنه التخرج، تعمل برضه سيف. بعد كده اكسبيرينس بقى اللي هو خبراتك العمليه، اشتغلت فين. company name، تكتب Ministry of Health. job title، طبعا اول ما اتخرجت تتعين جي دي بي او General Dental Practitioner. General Dental Practitioner، ممارس عام او General Dentist، مفيش مشكله خالص. وبتكتب بعد كده
بعد كده بتكتب طبعا ستارت ديت والاند ديت، الفترة اللي حضرتك اشتغلت فيها جي دي بي أو جنرال انتر براكتيشنر. ده على سبيل المثال التواريخ دي طبعا ملهاش علاقة بيها خالص. عايز تكتب أي تفاصيل تحت سيبها فاضية. بتعمل اد المرة دي عشان تضيف، يعني احنا شفنا فوق اهوت القديم مكتوب فوق، وبعد كده كل ما تعمل اد هتلاقي بقى فوق وتنزل تحت تكمل بالزرار الاد اللي تحت ده. experience 1 experience 2. طبعا احنا ممكن نعدل ministry of health لو احنا شغالين المرحلتين في نفس وزارة الصحة. بنغير تكتب مثلا ايه مديرية الصحة، مثلا نكتب سوهاج دايركتوريت اوف هيلث على سبيل المثال. لو الفترة الأولانية قضيتها مثلا في مديرية الصحة أو في تأمين صحة شامل وهكذا. في experience 2 تكتب بقى المرحلة اللي بعد كده، مثلا مثلا ده قهلية Directorate of Health، يعني مديرية الصحة الداخلية مثلا على سبيل المثال. والجوب تايتل فرضا انت بقى خلاص اخدت مثلا حصلت على دبلومة او ماستر، بقيت ايه oral surgeon مثلا، فبتكتب في الجوب تايتل على سبيل المثال oral surgeon. او حتى عايز تكتب مثلا dentist specialist زي ما انت عايز، يعني ده على سبيل المثال. كل واحد طبعا ايه متروك حرية لكل واحد. start date برضه تكتب تاريخ، نفرض ده till now تكتب date now. ده ابلكيشن سهل وبسيط، وهنشوف ان شاء الله النتيجة في الاخر. تعمل سيف. دي كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت. السكيلز في الاغلب اللغة، او لو في سوفت سكيلز او حتى مهارات الكمبيوتر ممكن تضيفها. نضيف هنا مثلا English language الاشهر في سيفيات كتير. وتحط الليفل بتاعك من 1 to 5. سكيلز 2 مثلا على سبيل المثال مثلا communication skills مهارات التواصل. وتختار بقى الليفل حسب ما انت شايف نفسك. سيف. ده على سبيل المثال سريعا كده عشان ما نطولش على حضراتكم الفيديو. بعد ما سيف تمبلت لك تشوز تمبلت، تختار بقى ايه تمبلت بروفيشنال او مودرن حسب انت اللي يناسب ذوقك. تشوف لو ما عجبكش ترجع السهم اللي فوق، شوف التمبلت، تشوف نموذج السي في اللي هيكون عليه. ده بريفيو للسي في اللي حضرتك تعمله. ما عجبكش تضغط السهم اللي فوق. لو خلاص تمام اوكي داونلود كومبليت. شكرا طبعا. السلام عليكم.